لا يمكن أن تظل الأمم المتحدة محفلا دوليا لمجرد متابعة تطورات القضية الفلسطينية، وإنما يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذه القضية. هذا ما ذهب إليه وزير الخارجية المغربي في افتتاح أعمال اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. لا سلام بالمنطقة في غياب دولة فلسطينية مستقلة، لا سلام في غياب دولة فلسطينية موحدة، لا سلام بدون دولة فلسطينية جغرافيا متواصلة ما بين الضفة وما بين غزة، لا سلام بدون حدود ثابتة. وحمل الفلسطينيون الولايات المتحدة عواقب تطورات القضية الفلسطينية بدون نزاهة كافية من قبل الإدارة الأمريكية، وبدون تدخل جاد على أساس هذه النزاهة بنظل ندور في حلقة مفرغة، وتستمر إسرائيل في استكمال مشروعها على الأرض. ويتطرق المؤتمر إلى الأهمية الدينية والثقافية للقدس ووضعها في القانون الدولي وإمكانية التوافق بشأن حل عادل ودائم. إذا كنت تبحث عن حل عقلاني وشامل ونهائي لقضية القدس فإنك لن تجده، فالبحث عن الحل السحري سيجعل اللغز يستمر. أحسن ما يمكن القيام به في رأيي هو خطوات بطيئة، أولها إعادة تعريف مدينة القدس. اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تأسست عام 75 من القرن الماضي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. والحقوق غير القابلة للتصرف هي حق تقرير المصير والعودة والاستقلال القومي للفلسطينيين. وبينما تعقد اللجان وتنظم المؤتمرات، تمضي إسرائيل في استراتيجيتها، حيث كشف أخيرا عن خطة لتفريغ القدس من الفلسطينيين وأن يصل عدد اليهود إلى 1,000,000 بحلول عام 2030. سمير حسن، الجزيرة، الرباط.